بالنسبة لطريقة التركيب، تفتح أي مدير ملفات. أنا عندي سكر شيفر، تدخل عليه تحميلات داونلود ويظهر هذا الملف، ملف هاكر بمليون مميزة. لحظة، لو وصل المقطع إلى 20 لايك راح أنزل غليتش دراغون بول وغيرها من الغليتشات، لوفي، بيسموك، المهم 20 لايك مقطع. نضغط على الهاكر، مليون ميزة. طبعا هاكر مليون ميزة. نضغط على تثبيت وهاي تثبت معنا بدون مشاكل. أول شيء يا شباب نضغط على فري فاير ماكس، هتظهر معنا هاي الواجهة. طبعا نضغط الواجهة عشان تظهر وما نضغط على شيء، لا تضغط على شيء. نكتب فري فاير تحمل معنا، لا تضغط على شيء، تحمل معنا فري فاير ماكس. طبعا حطينا هذه الواجهة، لا تضغط على شيء، لا تضغط على شيء، لا تضغط على شيء. المهم ننتظر الشريط يتعبى تحت، ننتظر يتعبى معانا والواجهة كما ترون تذهب نفسها. وإذا ما ذهبت معك الواجهة اضغط على أوكي. طبعا أنا عندي حساب في هذا الهاكر، مسوي حسابي. راح أشرح لكم يا شباب كيف تسوي ستريم سنايب، تخريب فعاليات. المهم كما ترون عندي مليون جوهرة، 100 مليون، 100,000 كما ترون. طبعا جواهر ما تقدروا تحترقوا بها أحداث. المهم يا شباب أقدر أبدأ رانكد وليفل 2. طبعا شباب في فسحة التدريب عشان أشرح لكم المهام. طبعا لما تدخلوا الهاكر قائمة الآخر الغش ما هتظهر معاكم، بس لما تدخلوا البروفايل هتبين معاكم بدون مشاكل. نضغط على لحظة مساحة تدريب. أنا في هذا الحساب ما بدأت، ما لعبت ولا مباراة. فسحة التدريب عشان أشرح لكم مميزات. حرفيا هذا الهاكر فيه مليون مميزة وراح تشوفوها. الشباب نوعها من هذا الهاكر يحتاج وقت طويل عشان راح نشرح لكم تقريبا مو جميع الميزات لأن فيه ميزات كثيرة. أول شيء نذهب إلى الإيم، نضغط إلى الخيار الثالث هذا، شو ترينج اسمه. بعد نذهب إلى إيم سايلنس، هيكون مفعل. أنتم راح يكون مفعل عندكم، سووا غير مفعل لا تفعلوه. بعدين نذهب إلى الإيبس اتركه كما هو. نذهب إلى ميسيل هذه، بعدها تظهر معكم هاي الواجهة. طبعا بإمكانكم تسرعوا عدد فريمات تبعكم، أنا فريمات تبعي متورة 40 هكذا. المهم نضغط على موفي، خيار ثاني، تهودون تحت بخلال الشريط هذا. حنشرح المميزات هذه. الأولى في فلاينج، اكتشفوها بنفسكم، ما أعرف شو تسوي. سبين بوت راح أشرح لكم ميزات المنتشرة حاليا. سبين لما بفعلها بستطيع أدور كما ترون، أدور شخصية بتبقى تدور. نضغط على الهاكر وهني تقدر تتحكم في السرعة كما ترون من خلال الشفاف، نتحكم في السرعة تبع الدوران. أنا ما أفعلها. جامب باك لما أفعلها لحظة راك تشوفوا كيف كما ترون. قفزة قديمة هذه كارينا صلحتها، والركضة شوفوا كيف يركض يا شباب. الركضة المهم ركض قفز قديم. ما انت شو بدك تفعلها تبهر اصحابك كيف ما بدك. المهم يا شباب لا تلعبوا مع اي صديق. لو لعبت مع صديق وتبنته صديقكم راح يدخل بلاك ليست. هذا هاكر ليس مثل هاكر فاليموت. بلاير هذه تزيد السرعة تبع السرعة. هذه تبع السرعة ما نفعلها، مو شيء قوي. وهذه تاع قفزة كبيرة، يقفز قفزة كبيرة. أنا في مكان ضيق عشان هيك ما يقفز كما ترى قفزة كبيرة. المهم لا نفعلها. بعدين فلاي طيران. مثلا الطيران شو راح تفعلوا؟ راح تفعلوا هاي فلاي ماب، نضغط عليها ونخليها كما شيء هيك شيء. هذه ما تكون فعالة معاكم، نفعلها تفعلها تظهر لنا هاي واجهة هنا. عندما لا نفعلها ما راح تظهر، تختفي. المهم فعلها، هاي فعلها عشان تظهر. وإذا فعلناها بنصير نمشي في السماء، نطير في السماء عن طريق القفز. كما ما نقفز نرتفع في السماء ونبقى نمشي فيها بدون مشاكل. طبعا أتركها هني. أيوه ننهي من الفلاي طيران عشان نصلح تيليبورت تنقل. تيليبورت ننصحكم متى تعملون به عشان فيه مشاكل.
انا وسويتها عشان المهم تيليبورت لا تعمل به، في مشاكل. وهيك إن انتهينا، بقينا خيار جيم ما ادري شو يسوي. المهم لا اعرف ماذا يفعل. اكتشفوا بانفسكم. هنا يوجد خيارات عديدة: كاميرا، الانفو، انفاير. اتركوها وهنا لا تخدموا بشيء. هذه اللي كلينس وماتش لا تعملوا بشيء. افاتار كما قلت لكم، افاتار بتصيروا تتحكموا في شخصيتكم. انا مثل الحين لبس الو، بلبس ماكسيم، بلبس نيرو. المهم انتوا ولا جميع وشباب بشرح لكم في رومات مسوينها على ليفل 50 او ليفل، المهم ليفل 70. راح اشرح لكم طريقة عشان تدخلوا اي روم. انا مسويها هني، هنضغط على هاكر ليفل كما تروا. انا مسوي ليفل 79. بامكانك تسوي ليفل 100، بس انصحكم ما تسووه فوق ال 100. 190 ولا صح، اتركوه 70 79 80. المهم اما تفعل هاكر يكون هاكر ديزيبل، فعله هاكر دي انيبل وفعل الهاكر. ولا بدك تفعل هاكر جواهر. طبعا جواهر ما بيديك تشحن فيها. هاكر دايموند، تحكم في الدايموند عشان نسوي مليون 100 مليون جوهرة. المهم نطلع للسيتينغز. ما بإمكانك تسوي شيء من هنا. طبعا هذه كانت مميزات الهاكر تبعنا.